السلام عليكم. لأول مرة كده بيني وبين نفسي منتج يبهرني، منتج أنا أبقى مبسوط جدا جدا وأنا بستخدمه، لدرجة إن أنا قلت خلاص بعد المراجعة بتاع السماعة دي أنا خلاص هي دي بقت بتاعتي، مش هبيعها ولا هتخلى عنها، يعني خلاص دي سماعتي الشخصية وأنا هستخدمها. دي هيدفون جامدة جدا، هيدفون فيها حاجات. بص، اكتف نويز كانسليشن هتلاقي، اي ان سي هتلاقي، صوت عالي هتلاقي، بطارية قوية هتلاقي، كل حاجة. النهارده هعرفك على السماعه الجامده قوي قوي دي. بص، ما تنساش اللايك والكومنت لان هنختار واحد من التعليقات نكسبه ايربودز، وانتوا عارفين القصه دي من الفيديوهات اللي فاتت. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف مع بعض الوي اوف لاي نوفا. بصوا يا جماعه، السماعه دي من شركه وي اوف لاي واسمها نوفا، بتشتغل معاك لحد 58 ساعه. تمام. السماعه فيها نويز كانسلنج في كل حاجه، في المكالمات او حتى في الاستماع. انا هبهرك بكل الامكانيات دي دلوقتي، بس خلينا نبدا بالانبوكسنج. وطبعا هو كاتب لك على ظهر الكرتونه كده كل الامكانيات الموجوده بتاعه الساعه. كاتب لك هنا كلمه حلوه قوي، كواليتي كرياتيفيت، وهي فعلا كرياتيفيت. نفتح بقى مع بعض الكرتونه كده ونشوف الكرياتيفيت. بسم الله. واول ما بنفتح يا جماعه كده الكرتونه بنقابل الحته الحلوه دي، يعني حاجه حلوه بصراحه. شكل السماعه تحفه، اللون ده جامد جدا. هي بتيجي بكمان لونين غير اللون ده وهوريهم لك دلوقتي، بس قبل ما نطلع السماعه خلينا كده نشوف جاي معاها ايه. اولا كده جاي معاها وصلة شحن من نوع تايب سي، من نوع تايب سي. ثانيا جاي معاها وصلة اي يو اكس وناحية تايب سي، لان السماعة دي الكابل اللي فيها فيها تايب سي، فيها تايب سي بس. فده بقى لو عايز توصلها بالكمبيوتر، عايز توصلها بالموبايل، اي حاجة اي يو اكس هتوصل فيها عادي جدا. تعالوا بقى نشوف ايه تاني جاي معانا. يوزر مانوال طبعا ملوش لازمه نركنه على جنب. ودي بقى السماعه الجامده الوي اوف لاي نوفا. بص يا معلم، اول ما بنطلعها كده انت اصلا شكلها بيبهرك. بص كده الشكل بتاعها، شكلها مبهر ولونها جامد جدا. بص يا صديقي، علشان ندي كل حاجه حقها وعلشان نكون منصفين، خلينا امسك لك الموضوع واحده واحده. ابدا لك بالخامات، خامات التصنيع، وشكل السماعه اللي يا خرابي. ولا يا ولا، شكل السماعه دي حلو قوي، من الحاجات اللي شدتني ليها جدا جدا. بالنسبه للخامات فعندك الاطار اللي بيبقى حوالين الراس ده كله معدن سلستين من فوق لتحت. حتى لما بتيجي توسع السماعه كده وتضيقها على مقاس راسك هتلاقي برضو السلستين كده واصل لحد تحت، لحد اخر السماعه او اول السماعه. وهنا طبقه اسفنجيه كده حلوه مريحه جدا جدا. وعندك تقفيل بقى هنا بمسامير زي ما انت شايف كده، تقفيل هنا بمسامير. وخامه البلاستيك حتى بتاعها حلو جدا. والكاوتش ده او الرابر ده برضو خامته حلوه جدا. انا لبست السماعه دي فتره طويله ما شاء الله عليها يعني. وعندك في كل ناحيه من السماعات بيتحرك معاك السماعه يمين وشمال عشان تناسب اي وضعيه من اوضاع ودانك، تحس ان هي حاجه ميكانيكيه كده. بص كده حاجه ميكانيكيه. والناحيه التانيه نفس الكلام. وعندك هنا كمان الزرار اللي بيعلي واللي بيوطي، وعندك زرار الباور، وعندك وصله الشاحن التايب سي، وعندك كمان زرار الاي ان سي الاكتيف نويز كانسليشن. والاكتيف نويز كانسليشن في السماعه دي خطير جدا وهنتكلم عنه دلوقتي. اما بقى بالنسبه للتصميم فمفيش تصميم احسن وافضل من تصميم السماعه دي. هيدفون رائعه تحب انك تلبسها في كل حالاتها، في كل حالاتها، في اي مكان وانت ماشي بيها في الشارع على اي لبس بتبقى شيك جدا جدا جدا. بص، وفي منها كمان لونين اللي ظاهرين قدامك على الشاشه، دول الثلاث الوان اصلا بتوعها جامدين جدا جدا جدا. اي حد بيتفرج على الفيديو هيلاحظ ان انا معجب بالسماعه دي قوي من اول دقيقه في الفيديو. والحقيقه انا اعجابي بيها ده مش من فراغ. اولا انا جربت السماعه دي مده طويله جدا في جميع الاوقات وجميع الاحوال وجميع طرق الاستماع وحتى في المكالمات في الشارع. فخليني اقول لك بقى وانقل لك التجربه دي. اول حاجه هكلمك على خاصيه العزل اللي في السماعه. السماعه فيها اي ان سي اكتيف نويز كانسليشن وفيها اي ان سي في المكالمات. الاي ان سي يكفي ان انا اقول لك ان هو بيعزلك لحد 90% عن اللي حواليك حتى لو انت ماشي في الشارع. حرفيا انا خدت السماعه دي ونزلت الشارع، ومجرد ما لبستها كده وشغلت اي حاجه انا معزول عن اللي حواليا تماما. تماما بمعنى كلمه تماما. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اي اصوات بعيده عني مش سامعها اطلاقا. ما اسمعش الصوت غير الصوت اللي هو جنبي، يعني لو جت عربيه زمرت جنب وداني جنبي بمتر مثلا. ولكن اي بقى اصوات جايه من هناك جايه من هنا مفيش الكلام ده خالص، ما بتسمعهاش. ده بالنسبه للاي ان سي. طب الاي ان سي في المكالمات هقول لك، انا سجلت صوتي وانا بتكلم من مايك السماعه في مكالمه، مش تسجيل صوت كده دايركت على الموبايل، لا في مكالمه داخل مكالمه. اسمع معايا كده الصوت. بصوا يا جماعه، المفروض ان ده الصوت ده طالع من السماعه في مكالمه، يعني ده متسجل من مكالمه وانا في الشارع. انا في الشارع وسط العربيات،
مش دوشه جامد يعني، انا مش في سوق مثلا، ولكن ده الصوت يعني الشارع عربيات رايحه وعربيات جايه، بس الدنيا يعني ايه لطيفه، يعني الجو لطيف. ولكن ده الصوت من يعني عشان تفهموا من مكالمه، مش صوت متسجل من المايك وخلاص، لا ده صوت من مكالمه. فبرضه الاي ان سي في المكالمات بيعزلك بنسبه 75%، ودي نسبه محترمه جدا. اما بقى عن تجربه الصوت في الاستماع، فخليني احاول انقلها لك. بص يا معلم، الدرايف بتاع السماعه دي، الدرايف اللي هو السبيكر بتاع السماعه دي، القطر بتاعه 40 مللي. وعلشان اشرح لك يعني ايه 40 مللي، فاي ايربودز صغيره زي دي الدرايف بتاعها القطر بتاعه من 13 ل 16 مللي بالكتير. فان ده يكون 40 مللي ودي 16 مللي، فتخيل بقى حجم الصوت اللي بيطلع من السماعه دي. الصوت عالي جدا 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 في كل الاحوال، صوت محيطي، صوت نقي في كل اوضاع الاستماع. السماعه دي ما زعلتنيش. انا مش هقول لك بقى جربت في الالعاب والتريبل لا، انا جربت كل حاجه. انا جربت كل حاجه، بودكاست، صوت 7 دي 8 دي، محيطي، تجربه الصوت، الاصوات كلها اللي موجوده على اليوتيوب، التجارب بتاعت الشركات المعروفه زي سوني، جربت كل ده. فالسماعه اداء الصوت بتاعها محترم جدا جدا جدا، ومش هقدر يعني، مش هتستوعب قد ايه هو كويس. هو كويس جدا جدا جدا، مش هتستوعب لما تسمعها طبعا. يعني الميزه اللي بعد كده الموجوده في السماعه، هي بتدعم اصدار البلوتوث 5.4، اخر او احدث اصدارات البلوتوث اللي موجوده على الساحه دلوقتي. وده بيخليها فيها ميزه حلوه قوي، ان هي بتربط على جهازين في نفس الوقت. يعني انا ممكن ابقى رابط على الموبايل وعلى اللابتوب في نفس الوقت، واسمع بقى ايا كان الصوت هيشتغل من هنا او الصوت هيشتغل من هنا، فهو هيوصلني. فهي بتربط على جهازين في نفس الوقت، ومفيش اي مشاكل في الربط بينها وبين الموبايل لحد 10 متر، لان هي المدى بتاعها 10 متر. وقبل ما اقول لك على السعر، فتعالى اكلمك على البطاريه. على فكره جايب لك كود خصم جامد جدا. تعالى اكلمك على البطاريه. البطاريه 500 ملي امبير. حرفيا الساعه دي بطاريتها مميزه قوي. الاستماع العادي بيوصل معاك على صوت 70% ل 50 ساعه، بيعدي ال 50 ساعه. هم كاتبين على الموقع بتاع الشركه 58 ساعه. انا جربت طبعا فتره طويله، بس يعني خلينا نقول 50 ساعه. انا بحب انزل شويه عن الكلام اللي هو كاتبينه عشان يبقى فيه مصداقيه اكتر. توصل معاك ل 50 ساعه. في المكالمات على صوت 60% بتوصل معاك من 25 ل 30 ساعه. ده خلي بالك مكالمات مستمره، محدش بيعمل كده. ودي ارقام حلوه ومقبوله جدا. وهقول لك حاجه للامانه، وانا ما جربتهاش بس انا هقولها لك. بيقول لك ان انت لو شحنت السماعه دي لمده 10 دقائق بتشغلك 7 ساعات. دي حاجه انا ما جربتهاش، لان السماعه مش يعني ما فصلتش معايا شحن من يوم ما جبتها. الحاجه اللي بعد كده، وزن السماعه دي يا جماعه 150 جرام. حرفيا خفيفه جدا، برغم ان فيها ستانلس بس هي خفيفه جدا. وقت الشحن بتاع السماعه دي لما تيجي تشحنها من 0 ل 100 بتشحن معاك في ساعتين، وبتشحن طبعا تايب سي. بصوا يا جماعه، انا كده قلت لك كل حاجه عن السماعه. هي دي اصلا الحاجات الاساسيه عن السماعه. انا ممكن اقول لك بالارقام ان هي بتدعم تقنيات زي تقنيه البلوتوث الاس بي بي والاي سي، مش عارف. كل دي تقنيات هي بتدعمها، وبتدعم اصدارات كتير وحاجات كتير كده، حاجات مصطلحات مش هنتطرق ليها لان انت مش هتفهمها، وانا في نفس الوقت عشان اوضحها لك عايزين وقت طويل جدا. ولكن السماعه دي من السماعات ذات الجوده العاليه، مش من الحاجات الشعبي. طب سعرها يا عم محمد؟ سعر السماعه دي على الموقع الرسمي بتاعها $39. طيب السماعه دي موجوده في مصر؟ مش موجوده في مصر، وان شاء الله هتنزل مصر قريب. طب نشتريها منين؟ موجوده على موقع علي اكسبريس، وانا جايب لك كود خصم 10% او $10. هتلاقيه تحت، هو لينك الشراء في وصف الفيديو او في اول تعليق. وانا كده خلصت، وعايز اقول لك ان خلاصه تجربتي للسماعه دي شياكه، شياكه جدا جدا، عزل للضوضاء، صوت محترم، بطاريه بتقعد معاك فتره مش هتحتاج اكتر منها، مناسبه جدا للسفر، حجمها صغير جدا، حرفيا تشيلها في اي حاجه. لو طول النهار حتى على رقبتك كده مش هتحس اصلا ان في حاجه موجوده على رقبتك. فتجربتي مع السماعه دي انا راضي عنها. مش هقول لك طبعا بنسبه 100%، لان طبعا البادجت بتاعها انا لو دفعت اكتر من كده هاخد مميزات اكتر من كده. يعني في السماعات ممكن نوصل لارقام سوني 30,000 جنيه مصري وحاجات كتير، يعني تخش في $200 و300 و400 دولار كمان و500 دولار كمان. فتجربه محترمه، تجربه مميزه، ما زعلتنيش خالص، مبسوط منها جدا جدا جدا. شركه وي فلاي طول عمرها بتقدم منتجات كويسه من ساعه ما بدات تتعامل معاهم. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش تعلق على الفيديو ده، عشان طبعا هنختار من التعليقات شخص نكسبه ايربودز، وانا قلت لك الكلام ده في اول فيديو. ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه، وسلام يا رايق.